يقدمون طبعا الكثير والكثير لهذه القناة الرائعة صدى المضمار. عندي شيء ما خلينا نسلم عليك. ماشي متى بتلعب معاهم؟ ان شاء الله يوم اكبر تكبر. يصلح. كيف ليش؟ بكره احنا دورنا. بكره؟ انا وياه. علينا كيف علينا يعني يفضلنا. حياك. ايوه يلعبوا فنان. لعبوا فنان؟ ايوه. وانت بعد فنان، من شجع؟ اشجع البرتقالي لانه موجود الوالد. روح الهلال، نبض الهلال، كيان هلالي، كل شيء اذا بغيت هلالي. بعد كابتن. ايوه حطب. شارك في البطولة؟ لا والله للاسف بسبب الاصابه ما شاركت. الاصابه حرمتنا من هذا النجم. 1 2 3 يلا عاش واسحب سمعنا. الهلال جينا. الهلال جينا. والفوز باذن الله. وهي اسمه بتاريخه بإنجازه بطولاته، هذا حبي للنهاية، هذا عشقي من صبايا. الشيخ سليمان بن سيف الراشدي الرئيس الفخري لفريق الهلال، المشايخ الكرام، الحضور الكريم والرياضيون الأفاضل، أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسعد الله مساءكم بكل خير. إنه لفخر عظيم لي كرئيس لهذه البطولة أن أقف أمامكم اليوم لنعلن عن انطلاق هذه البطولة، النسخة المنتظرة من بطولة نجوم الزعيم الرابعة. حالكم بخير، جزاكم الله خير. الله يسلمك. التوفيق ان شاء الله. حياكم الله. ما نكون على المسؤوليه ان شاء الله. حياكم الله. كيف صحتكم طيبين؟ حياكم الله. كباك يا اخي كباك. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذه البطوله، وتكون قدوه لأولادكم. حياكم الله. نتمنى لكم التوفيق، ونقول نبتدي بهذه البطولة. اليوم يوم الافتتاح والكل هنا منتظر فن ومهارة منكم يا اخواننا المشاركين، اجعلوها ليلة مبهرة وامتعوا كل من حضر. انتم رجال هلالنا وحنا فيكم مفتخرين. صدى المضمار متواجد لتغطية بطولة نجوم الزعيم لكرة القدم عام 2025 في ملعب فريق الهلال بولاية سمايل. اعطينا انطباعك عن البطولة. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكورين صدى المضمار على التغطية الدائمة اللي نشوفها في الولاية، مشكورين كثير. فهذا النوع من الشباب مثلكم يعني يعطوا طابع جميل في الولاية، يعني ما شاء الله عليكم صراحة. نتمنى لكم التقدم ونشوفكم في أماكن أعلى إن شاء الله تعالى بداية الأمر. وانطبعنا إن شاء الله على البطولة. طبعا هو شيء جميل إن نشوف مثل هالبطولات الداخلية اللي تصير في الفرق الأهلية، هذا تجمع الشباب وتجمع الأهالي، ويمكن بعد نفس الشيء راح تشوف اكتشافات جديدة للفريق، يعني عرفت. حتى صار هذه البطولة سابقا كانت موجودة نظمها فريق الهلال تقريبا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات تقريبا، وكان إنتاجيتها طيبة، شافوا واكتشفوا كثير من الشباب من اللاعبين. وحتى في هذه البطولة كان سبحان الله هم حصلوا على البطولة في ذلك الموسم، فكذلك انه نشجع الفرق الأهلية انها تبادر انها تعمل مثل هالبطولة الداخلية. يعني الشيخ سليمان الراشدي رئيس فخري لفريق الهلال الرياضي، اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم، حياكم الله، تشرفنا بوجودكم. وجودكم كذلك. حياكم الله. ماذا كانت الفكرة من إقامة هذه البطولة؟ والله هي الفكرة حقيقة على أساس نريد نعمل فريق متكامل يعني، ونشوف الخامات الجديدة هذه حتى ننافس في الدوريات القادمة إن شاء الله. طبعا الحين هذه طبعا البطولة الرابعة. نعم. هل البطولات السابقة جنت ثمارها؟ طبعا لولا ذلك لما عملنا هذه الدورات يعني. صحيح. نعم. كيف تحس البطولة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حقيقة البطولة كما هي العادة، وهذه ليست أول بطولة للفريق، بطولة ممتعة، بداية جميلة،
وهذه البطولات تزيد من الألفة الاجتماعية قبل الرياضية، ونتمنى إن شاء الله أن تكون بطولة جميلة جدا وتخرج مخرجات للفريق بإذن الله تعالى. الفاضل سعيد بن أحمد الراشدي رئيس لفريق الهلال، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله يا أستاذ سمير، وأهلا بكم في معقل الزعيم وفي بطولة الزعيم الرابعة. بس خبرنا وش هي الفكرة من إقامة هذه البطولة؟ هذه الفكرة الهدف منها هو الهدف الأساسي اللي هو اكتشاف المواهب. طبعا احنا بشكل سنوي نعمل هذه البطولة بشكل بطولة داخلية، الهدف منها اكتشاف المواهب، ونفس الشيء فيه أهداف اجتماعية مثل ما تعرف، يعني لمة الجمهور، التقاء مع المحبين للكرة الرياضية، محبين الزعيم. يمكن فترات بعضهم ما يحضر، لكن لما تسوي هذه البطولة الداخلية هذا تنشط حتى في اشخاص يمكن ما يشاركوا معنا الا لما يكون في بطوله داخليه. هذه البطوله فقط لابناء الزعيم؟ لابناء الزعيم، وفي استثناء اذا كان في حد من خارج حاب يعني يشارك، المجال مفتوح يعني، لكن هي الهدف الاساسي لابناء الزعيم واكتشاف المواهب اللي فيها. طبعا الزعيم منقم يعني يمكن الفريق فيه مثله في فريق اشخاص، في اشخاص موجودين في البطولات الداخليه بس للاسف ما يواصل يعني، لو الاشخاص بسبب ظروف الدراسه بعضهم في كذا. ايوه يلا ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في هذه البطوله باذن الله تعالى. بارك الله فيك واحسنت وحسن. بما انك متابع المباراه الاولى، كيف تحس المباراه؟ والله اولا مشكورين على هذا التغطيه، ونشوف الحماس، وان شاء الله نتمنى ان الكل يستفيد باذن الله تعالى. الكل بدخول فصل الشتاء طبعا البطولة وقتها ممتاز جدا، فكيف تشوف البطولة؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الحضور، ودائما صدى المضمار حضر في كل البطولات. والله البطولة جت في وقتها صراحة بأمانة، بسبب أنه توقف دولي ماشي دوريات ماشي هذا، فالبطولة جت في وقتها على الأجواء الشتوية يعني. اللاعب المخضرم ومشارك في هذه البطولة ما شاء الله قاعد تلبس الله. الحمد لله رب العالمين، أول شيء تشريف على هذا اللقاء، الله يبارك فيكم. إن شاء الله راح تكون البطولة مفيدة للشباب النشأة لكي يوصلوا للفريق الأول بإذن الله تعالى. وشاركنا في هذا الدورة على أساس أول شيء نعمل رياضة لأنفسنا للصحة، ثم نقوم بإعطاء فكرة للاعبين الجديدين كيفية اللعب وكيفية الحفاظ على الكرة وتوزيع الباس والتهديف أيضا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الأستاذ عارف الرواحي مدير لهذه البطولة. أستاذ عارف أهلا وسهلا فيك. مرحبا أخ سمير، بارك الله فيك على حضوركم وصدى المضمار على التغطية المثلى لهذه الدورة. بس أعطينا نبذة عن هذه البطولة، كم الفرق المشاركة وكيف نظام الصعود والله هذه الدورة طبعا تنظيم إدارة فريق الهلال، والشباب ارتأوا أنهم ينظموا دورة خلال هذه الفترة، فترة الشتاء طبعا، مع احتفالات السلطنة بالأعياد الوطنية. فهذه الدورة هي لتشكيل مثلا نخبة جديدة من اللاعبين للفريق، من اللاعبين الصغار طبعا لتدعيم الفريق خلال المرحلة القادمة السنة القادمة. عدد الفرق المشاركة 8 فرق، طبعا عدد المشاركين وصل لرقم قياسي حوالي 105 لاعبين كأول رقم يعني يوصل ل 105 لاعبين، ووزعوا على 8 فرق، كل فريق يمتلك فيه 12 لاعب و 13 لاعب، وكلهم الشباب والقدامى، لكن اغلبيتهم في شباب. وراح ان شاء الله انك تشوف لاعبين جدد، وان شاء الله يكون نواه للفريق المرحله القادمه. ان شاء الله اتمناكم ان شاء الله كل التوفيق. احسنت استاذ سمير وصدى المضمار، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. الفاضل احمد دقيب رواحي مدير لجنه الحكام، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا ومرحبا فيكم. كحكام في هذه البطوله في اول مباراه، هل في شاهدتوا في صعوبات حاجه صارت؟ والله ما في صعوبات، كأول مباراة بعدنا الحمد لله يعني شباب. احنا من غرض من هاي البطولة نعلم الشباب على التحكيم، يعني هذول الحكام شباب ومبتدئين عشان يتعلموا كيف هم لاعبين، لكن لازم يعرفوا قانون التحكيم ان شاء الله. اي نعم، عشان نعودهم على التحكيم ان شاء الله. هي هذه كما تقول يعني بداية للشباب يعني. وما اخترنا حكام من خارج الفريق، بغينا من فريق يعني. زين، كونك انت كرئيس حكام كيف كان الشوط الاول؟ والله الشوط الاول بالنسبه للمباراه الشوط الاول يعني جيد. تعرف اللاعبين هذول لاعبين مبتدئين، حد منهم لاعبين ما يمارسوا كثير نشاط، متوقفين، ويحتاج لهم يعني شويه يعني لياقه
بالنسبه يعني نسبه اللياقه قليله معهم يعني. اي نعم. يلا ان شاء الله هناك في توفيق في التحكيم. امين. يلا جزاك الله خير. الغني عن التعريف ابو عمر مدرب لنادي سمائل سابقا وكذلك لاعب مخضرم لفريق الهلال الرياضي. اهلا وسهلا فيك. حياكم الله كباتن، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شوف متلبس جاهز؟ جاهز ان شاء الله. ان شاء الله نتامل نشوف في عيونك ان شاء الله اهداف جايه باذن الله تعالى. بالتوفيق. بس احب اوجه كلمه شكر للجنه المنظمه ولاداره الفريق على هذه المجهودات الطيبه اللي بذلوها، وهذا لا يخفى على العيان يعني، وهذا حقهم يعني قليل في حقهم. كيف تشوف البطوله خلال معطياتك؟ والله بدايه طيبه. بدايه طيبه. ودائما الهلال يعني يبدع ان شاء الله باولاده وبالمجموعه الطيبه هذه المتواجده حاليا. ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يوفقكم. وكذلك نحب نوجه شكر لصدى المضمار على المجهودات اللي بذلوها سواء على مستوى الولايه او خارج الولايه. يعطيكم العافيه. احسنت. بارك الله. حسن رواحي امين سر لفريق الهلال الرياضي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا اخي سمير، كيف حالكم؟ الحمد لله. اول شيء جزاكم الله بخير، شرفتونا. وحقيقه بدايه يعني لي كلمه شكر لصدى المضمار، هذا اسمه القناه الاعلاميه اللي هي حقيقه ما فقط على مستوى الولايه ولكن على مستوى السلطه. مشكورين. بارك الله فيك. انت كاحد المنظمين لهذه البطوله كيف كان تنظيمك؟ حقيقه هذه البطوله يعني مثل ما شفتوا الحين هذه البطوله على المستوى عن الدوره الرابعه نقيمها كمجلس اداره فريق الهلال، وحقيقه ارتئينا يعني لاهداف كثيره هذه البطوله، ومن ضمنها على اساس هذا التجمع الطيب من الرعيل الاول للفريق، وحقيقه وهي الهدف الاخر متعلق بمساله انه تدعيم صفوف الفريق الاول باللاعبين اللي هم من المراحل السنيه. هذه هي افضل يعني احد المستهدفات اللي نامل ان شاء الله ان تكون يعني في الواقع يعني مشيئه الله. ان شاء الله تعالى ان شاء الله كل التوفيق. امين. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم عزيز. بارك الله فيكم. شكرا. يا هلا فيك صدى المضمار، شرف بوجودكم معنا مع عقل الزعيم، وهذا بحد ذاته ما غريب عليكم. كلمة شكر لا توفي حقكم. جزاك الله خير. والله كنت انا ابحث عنك اول ما وصلت. سعدت عنك العافية. كنت نزوة اتابع مباراة نادي السيب وسمايد. ما شاء الله. والحمد لله قبل شوي واصل. يلا الحمد لله. يحييك. كيف تشوف البطولة؟ والله البطولة تقدر منها اكتشاف المواهب، أهم ما تكون في البطولة هو التجمع، ومن ثم اكتشاف المواهب اللي تكون رافد للفريق الأول. نتمنى أن نشوف اللاعبين صاعدين يلتحقوا بالفريق الأول. خضرم كابتن صالح رواحي كابتن لفريق وقيف عادي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك اخوي، الله يسلمك. مبروكين على الفوز. الله يبارك في حياتك. ما شاء الله اداء وفوز بنتيجه. الحمد لله الحمد لله. هو مجهود الشباب الحمد لله ما قصروا من الشوط الاول، وفي البدايه اول 5 دقائق كان في تراجع معنا، ولكن الحمد لله باقي المباراه كان في استحواذ كبير للفريق معنا وقيف عادي على المنزفين، والحمد لله يعني استثمرنا الضغوطات بهدف سجله حميد اسعد الرواحي، والحمد لله رب العالمين انتهت المباراه ب1-0. انتهت تغطيتنا لبطوله نجوم الزعيم لكره القدم النسخه الرابعه. كان معكم فريق صدى المضمار الاعلامي.